السلام عليكم الحباب، صافا بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. أنا عارف راسي غابر عليكم 15 يوم ما لحتش فيديو، ولكن اليوم جيتكم بالجديد وشي حاجة اللي غادا تفيدنا مجموعين. بطبيعة الحال الموضوع اللي غنطرقوا عليه اليوم هو فيه واحد المجموعة ديال النقط اللي مهمين في حياتنا، سواء كنتي كتقرا او كتخدم، متابعه الامتحانات، نتبع في شي خدمه اللي تكون كبيره، ولا باغي توصل شي حاجه اللي انت باغي تعيشها في حياتك تكون عزيزه عليك. هاد النقط اللي غنطرقوا لهم اللي هما شي حاجه مهمه بزاف. تبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساش بطبيعه الحال واحد جيم، واحد كومونتير في اخر الفيديو، وما تنساش دير ابوني اللي هي مهمه باش يبقى دائما وصلك كل جديد. موضوع زوين، تبع معايا من الاول حتى الاخر. لينترو. بطبيعة الحال حنا اليوم غادي نطرقوا لواحد السوجي اللي هو مهم بزاف. بطبيعة الحال تقدر تقراه في كتوبة، تقدر تقراه في مجلات، تقدر تكون فيه في مدرسة، ولكن أنا دائما كيف كتعرفوا أنا كنفضل أنني دائما ننطلق من التجارب الحياتية. بطبيعة الحال حتى أي تجربة كتكون في الحياة هي اللي كتعطيك الأصل أو المعدن ديال الموضوع اللي أنت باغي دوي عليه. الموضوع اليوم أول حاجة بغيتكم توليو تعرفوا لغة التواصل، لانه بزاف الناس كيقول لك انا اشنو بغيت ندير باللغه مثلا. خصني نمشي نتعلم فرنسيه، يتعلم الانجليزيه، يتعلم المانيه، يتعلم اسبانيه. مجموعه من اللغات دابا كاينين اللي الناس ولات كتمشي كتقلب عليهم بزاف. بطبيعه الحال مهمين بزاف، ولكن كاين اللي كيقول لك انا غادي نمشي مثلا، انا كنقرا غير في البلاد وغادي نبقى نخدم غير في البلاد. ولكن بطبيعه الحال باش تنفتح على الثقافات الاخرى وتفهمها خصك ضروري تفهم اللغه ديالها، وهذه حاجه مهمه. حاجه اخرى بالنسبه لطريقه التواصل ديالك مع الناس، الا بغيت تعرف طريقه التواصل ديالك مع الناس واش مزيانه ولا مزياناش، اول حاجه خصك تعرف اشنو هو التواصل في الاصل. التواصل ديجا كنا حطيت عندي واحد لي بوين هنايا، هو فهم الاخر، هو حسن الاصغاء، كيفيه التواصل هي كيفيه التعامل مع الناس، او التواصل بين طرفين او اكثر. وهاد الامور هذه ما يمكنش تتحقق لنا الا ما كناش كنقراو، لما كناش كنقراو كتب، لما كناش كنتواصلوا مع الناس اللي شويه في مستوى عالي وقاريين مزيان كيف كنقولوا بهذه اللغه العاميه، راه ما غاديش نقدروا نحققوا واحد التواصل ايجابي في الحياه ديالنا. وطبيعه الحال يعني ملي كنقولوا حسن الاصغاء، خصني نسمع اكثر ما كنهضر. داكشي علاش ربي عطانا جوج ودنين وفم واحد، يعني خاصني نسمع مزيان عاد نهضر. وملي نبغي نهضر، قبل ما نهضر ديما تكون عندي واحد الورقه والستيلو في الجانب ديالي. الوغ داكشي اللي كنسمعو ديما كنوضيه في اي موضوع كان، اي حاجه مهمه عندها واحد الهدف انا باغي نحقق، عندي فيها بها غادي نحقق واحد الهدف في الحياه، الا خاص يكون عندي كنكون كنوضي. انا ما كنتش كندير هاد المساله هادي، مي من بعد مع مرور الايام بحكم التواصل مع مجموعه من الناس في المجال اللي كندير اللي هو العمل الجماعي، وطبيعه الحال داكشي كنصح دائما بزاف الناس يلجؤوا للعمل الجمعوي، لان العمل الجمعوي شي حاجه مهمه في الحياه. هو اللي كيخليك تلقى مع فئات متعدده، الناس بانواع كتار، يعني واحد كينسيك في الاخر، وكتولي كل واحد كتولي تضرب ليه الحساب كيفاش تواصل معاه، الطريقه باش تهضر معاه على حسب المجال اللي هو فيه. داكوغ. بالنسبه لهاد القضيه راها مهمه بزاف، العمل الجمعوي غادي يعاونكم بزاف. سيروا دور الشباب، كاين منصات شباب، كاين مراكز ثقافيه في كل مدينه من طنجه حتى لكويره دابا في المغرب كله كاين مراكز ثقافيه ومراكز تواصل. الانسان غادي يمشي ويندمج فيها، سواء كنتي صغير او كبير، وين كيدخل عندهم كيسولوك ما كيناقشوكش عندك من عام ولا. مهم غير تلقى داكشي اللي انت باغيه في هذاك المركز وسير تواصل ويتواصلوا معاك في اي موضوع كان. بطبيعه الحال كيف قلنا العمل الجمعوي انه كيعاون الناس باش تعرف على ناس كتار، كذلك الا كنتي كتحب واحد المجال حاول تقلب على اي كتاب كيدوي داك المجال. بغيتي تولي مساعد اجتماعي خصك تقلب على اي كتاب عنده علاقه بالتنميه الاجتماعيه. بغيتي تولي استاذ خصك تمشي تقلب على اي كتاب كيدوي على ديك الماده اللي كتحب مثلا، او على داك الموضوع اللي كتبغي مثلا بغيتي تكون فيه كاستاذ. مجال الطب، مجال الرياضه، في اي مجال. طبيعه الحال قراءه الكتب راهي واحد الحاجه اللي هي مزيانه، وانا غادي ننصحكم بواحد الكتاب اللي كنت كنقراه اللي عاوني بزاف. اول حاجه الكتاب راه ماشي ضروري غتقرا فيه داكشي اللي انت باغي تكون فيه، ولكن على الاقل غتقرا فيه مجموعه من المعلومات، غادي تتعلم فيه اللغه العربيه، تعلم فيه كيفاش تنطق كل كلمه على حقها، لان الرصيد ديالك اللغوي كيتنمى عن طريق قراءه الكتب. وهذا الكتاب انا ديجا قريته، راه باقي ما قريتوش كامل، دابا انا غادي فيه.
كتاب ليطمئن قلبي. ما نكذبش عليكم، هذا الموضوع ديالو خطير. طرق مجموعه، توزع فيه مجموعه ديال القصص مفصله ياك، ولكن ماشي كل قصه بوحدها، غير هو كيروي لك واحد القصه ديال واحد الفردين، بنت وولد، وكيحاولوا من دوك اللقاء كيفاش التقاو بمجموعه ديال الناس في هذيك الفتره اللي تعارفوا فيها. وفي هذوك مجموعه ديال الناس اللي التقاو فيها، اللي تلاقاو معاهم، كان كل واحد كيخلي لهم واحد الفكره في الحياه، كيفاش غادي جاي يطرقوا هاد الافكار، كيفاش غادي يعاودوا يتذكروا هاد الاحداث اللي وقعت بيناتهم. علاش عجبني هذا بالذات؟ كيف قلت لكم في الاول، انا ديما كنطلق من تجربات شخصيه، وهذا كيعاود لك على التجربه ديال دوك الفردين اللي تلاقاو في الحياه ديالهم، اشنو خداو. تلاقاو مع واحد المراه عجوز عاودت لهم الحياه، تلاقاو مع شخصيات منهم واحد السيد متفقه في الدين، تلاقاو مع واحد الصحفي، غيكون واحد النقاش بيناتهم. هذا هو شيق، ما نكذبش عليكم. انا غنحاول هذا الكتاب هذا كل قصه قريتها فيه نفسرها لكم في واحد الفيديو الا كان يعجبكم صراحه. المهم التجربه الحياتيه كتعطي فرصه كبيره. دابا غادي نعطيكم واحد الطابلو غادي نعطي لكم دابا، اللي غادي يوريك باللي توصل لذاك المستوى ديال انك قادر تواصل مع الناس، وحاول انك تكون جريء باش تواصل مع الناس. خاص يكون عندك مجموعه من النقاط تكون عارفها في ذاتك. الا ما عرفتيهاش بطبيعه الحال ما تقدرش تنجح في حياتك بهذا المعنى هذه. لان اي واحد فينا خاص يكون كيعرف شنو هي نقاط القوه فيه وشنو هي نقاط الضعف اللي فيه. صافي، نقاط القوه كنحاول نستغلها في المواقف الصعبه باش نافونسي، ونقاط الضعف كنحاول نصححها عن طريق اشنو، كيفاش غادي نصححها، كيفاش غنصحح هاد نقاط الضعف. كندير المخاطر اللي لقيت في الطريق اللي انا باغي نحقق واحد الهدف. لقيت واحد المخاطر حتى هي كنحددها، وكذلك كنحدد شنو هما من غير المخاطر كاين نقاط القوه، نقاط الضعف، المخاطر والفرص اللي جاتني في الحياه وهي اللي خلاتني باش نميت راسي. وغادي نبقى نقلب على بحالها. هاد الطابع نعطيكم واحد ليكزامبل بحالو دابا في الخفه، دغيا على السريع نعطيكم واحد ليكزامبل ديالو ما نرسمش. هاد الطابلو هذا كنحطو بهاد الطريقه عندي في واحد الورقه حدايا ياك، وكنحدد فيه طبعا ديال النقاط. كندير هنا نقاط القوه، كنحدد هنا نقاط الضعف ياك، كنجي هنا كنحدد الفرص ياك، وهنا كندير المخاطر. هاد المخاطر هادي هي اللي كتخلي ليا نعرف شنو هما النقاط اللي عشت فيهم خايبين، وهما اللي غادي نصحح وغيزيدوا ينميو نقطة القوة ديالي. دائما هاد النقاط هادو كيكونوا بطبيعة الحال من الحياة ديالي اليومية اللي عشت. كنبدا نعرف مشيت في هذا الموقف، عشت في هذه الاجواء، سواء مع العائله، سواء في المدرسه، سواء في خدمتي، سواء في الشارع، الناس اللي كنتلاقى معاهم. هنا فين كنبدا نحدد هذه النقاط هذو، نقاط القوه، نقاط الضعف. نقاط الضعف بطبيعه الحال كتجي من الحوايج اللي انتقدوني بهم الناس، الحوايج اللي سمعت من المدرسه كانوا فيا خايبين وداروا لي حاولت نصححهم. الفرص اللي جاتني في الحياه اللي هما انه مثلا مشيت شاركت في واحد الكومبيتيسيون، مشيت شاركت في واحد الامتحان اللي المهم هادو كلها فرص جاتنا في الحياه. والمخاطر اللي هما العقبات اللي لقيت في الطريق ديالي وكنحاول نصحها. هاد لو طابلو هذا مهم بزاف، وانا دابا غادي نعطيكم فاش يقدر يفيدكم. وبطبيعه الحال هاد الطابلو هذا هو اللي كيحاول يساعدنا كيفاش نصححوا مجموعه من الاشياء اللي كشفنا في حياتنا. وكون لا يقين انه هادشي يمكنش ديرو وما يعطيكش النتيجه، لانه ملي كتحدد نقاط القوه ونقاط الضعف ديالك بالذات، فالا كتولي عندك انت واحد المواجهه مع راسك، كتولي تقول هاد الحوايج فيا انا خايبين وخاصني نصححهم. لانه مازال ان شاء الله نطرقوا واحد الموضوع، لان شنو اللي كيخلينا حنايا ما كنرضاوش بالاخطاء ديالنا، وما كنقدروش نقولوا لروسنا باللي انا راني غلطت في هذه الحاجه هذه، وهو كيفاش نصحح. حتى طريقه التصحيح ديالها بعض الخطرات كنقولوا الناس اللي غادي يوريونا كيفاش نصححوا راسنا ما كنرضاوش بهم، ولكن لا، هذا خطا. لانك انت ملي كتحاول تصحح من راسك الا باش تتجاوز مجموعه من العقبات اللي تقدر
توقفك ولا بغيتي توصل للهدف ديالك في الحياه، سواء انك بغيتي توصل لواحد المستوى دراسي عالي، سواء انك بغيتي توفق في واحد الخدمه اللي انت خدام فيها، سواء باغي دير واحد المشروع اللي خاص بك نتايا. اوكي، يعني ضروري خاصنا نحاولوا نصحوا من الاخطاء اللي كنتعايشوا فيها دائما عن طريق هذا الطابلو هذا. ومازال غادي تجي عندنا مجموعه ديال النقاط ان شاء الله، فيديوهات اخرى اللي غادا تعاوننا بزاف كيفاش نجلس ونقول انا هذا الخطا هذا درتو، اشنو هما الحوايج اللي خاصني يعاونوني باش نصحو. وغادي ان شاء الله نناقشوا في موضوع اخر اللي دي بوركوا، واحد المعلومه اللي سمعتها في واحد الدوره وعجبتني بزاف، اللي دي بوركوا اللي هما ديك علاش 10 مرات ديما كتحطها وكتبقى تخليك ديما كطرح مجموعه من الاجوبه باش تعرف تبقى غادي كتبني واحد السلم خطوه بخطوه. نكتفيو بهذا القدر هذا، راه تبارك الله في الخير. قبل ما نختم بغيت نقول لكم هادشي مكانش نديروه وحنا ما متفائلينش. الا كنت متشائم راه صعيب نحقق هاد النقاط هادو، وانما ملي كنجلس مع راسي كنكون متفائل كنقول ان شاء الله بان في الاخير كل حاجه غادي يجعل منها ربي خير، وكنتوكل على الله ديك الساعه راه غادي نتوفق. ولا لاحظتوا راه في فيديوهات اخرى غنخلي لكم في الديسكريبشن ان شاء الله، الديسكريبسيون تحت غادي نخلي لكم ليان واحد الفيديوهات قبل درناهم دوينا فيهم على التفاؤل، ودوينا فيهم على الانسان كيفاش يكون دائما متفائل في الحياه، ما يبقاش متشائم، وشنو هما الناس اللي خصو يتلاقى بهم باش يكون دائما كيطمح للتفوق ويزيد للقدام. تحيه لكم، نتمنى يكون الفيديو يعجبكم ان شاء الله، نتمنى يكون كلامي خفيف على قلبكم، ومازال ان شاء الله عندنا مجموعه من النقاط اللي غنطرقوا ليها كل حاجه ما كتعلق بالمهارات الحياتيه وفي التنميه الذاتيه. تجربتنا هي الاصل اكثر من داكشي اللي كنقراو في الدراسه. استافدوا من تجاربكم وتهلاو في راسكم. الصلاه، السبور، كلوا مزيان والله يوفقكم.